صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل. النهاردة معانا طبعا مخبوزات ومعانا العيش الفينو. في ارتفاع كبير جدا في أسعار المخبوزات والعيش الفينو. حبايبي المتابعين، أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة من جولاتنا. يا ريت ما تنسوش اللايك، وده دعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية. واللي أول مرة يشوفنا وشاف جولاتنا يشترك في القناة ويجي معانا كل جولة احنا بنعملها في اسكندرية. طبعا في ارتفاع كبير في الأسعار زي ما احنا شايفين. معانا بقى المخبوزات. بصوا، ده طبعا فرن من الفرن اللي بتعمل المخبوزات الجميلة دي، كلنا بنحبها طبعا. بصوا زي ما انتوا شايفين بيعمل حاجات جميلة جدا. وطبعا حبينا نروح نشوف أسعار العيش الفينو والمخبوزات. طبعا المخبوزات دي طبعا كلها زادت يعني سعر كبير. لو الحاجة ب40 جنيه كيلو بقت ب60 جنيه الكيلو. طبعا هو عامل أكياس عيش زي ده زي ما احنا شايفين. أكياس العيش دي نص ربع كيلو ب12 جنيه. الربع كيلو ب12 جنيه. شايفين السعر ارتفع ازاي. طبعا هو عامل مجموعة كبيرة من الحلويات والمخبوزات. هو فرن مميز زي ما احنا شايفين، بيعمل حاجات مهارية. وبصوا العيش، ادي العيش الكايزر كان لسه طالع. العيش الكايزر، وادي العيش الفينو. العيش الفينو ده بقى بجنيه. طبعا كانوا 2 بجنيه، وكان الواحد ب75. دلوقتي وصل بجنيه الرغيف. اما العيش الكايزر اللي احنا شايفينه ده بجنيه وربع. طبعا العيش الكايزر كان بجنيه، وكان ب75. ادي الرغيف بجنيه. العيش الفينو طبعا في ارتفاع جامد قوي زي ما احنا شايفين. طبعا ده اما انا سألنا طبعا اصحاب الفرن قالوا طبعا جشع التجار وغلاء الدقيق. التن غلا جدا. بصوا، وهنا برضو البقسماط طبعا والباتون ساليه دي ربع كيلو. بصوا ب12 جنيه. زي ما احنا شايفين الربع كيلو ب12 جنيه. هما مغلفين الربع بربع. طبعا في ارتفاع كبير. الأسعار كانت أقل من كده. كان الربع كيلو ب7 جنيه وب8 جنيه، وصل 12 جنيه زي ما احنا شايفين. بصوا كل الحاجات دي غلت، كله غلا. يعني دلوقتي أغلب الحاجة الكيلو ب60 جنيه أو ب58. بصوا عنده حاجات جميلة، فرن مميز. بس يا خسارة الأسعار غلت جامد جامد جامد. طبعا السحب بسيط لأن الأسعار غلت. اللي كان بياخد نص كيلو بقى بياخد ربع كيلو من كتر طبعا غلا الأسعار. زي ما احنا شايفين بصوا حاجات جميلة، وعنده عيش جميل. بس العيش كمان غلا زي ما قلت لكم. حبايبي المتابعين، دي كانت جولتنا وارتفاع أسعار العيش، وربنا يرحمنا من غلا طمع التجار. ودي كانت جولتنا في واحد من المخابز المعروفة في اسكندرية، وعرفنا الأسعار. يا ريت ما تنسوش دعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية، وما تنسونيش باللايك إذا تكرمتم. ويا رب تكون عجبتكم جولة النهاردة، واستنونا في جولات كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.